تخيل تبقى نايم في بيتك في امان الله، فتلاقي باب شقتك بيخبط، فتصحى تشوف مين، فتلاقي الاداره العامه لمكافحه المخدرات بيخبطوا عليك وعايزين ياخدوك. طيب ليه؟ عشان انت عليك حكم غيابي مؤبد 25 سنه. وده نفس اللي حصل مع الشاب اللي قدامكم ده، عمرو عمارة، شاب من عزبة أبو كبير في الشرقية. شوفوا بقى اللي حصل معاه إيه. واحد صاحب عمرو جه وقال له هات لي بطاقتك وعايزك تخدمني في حاجة. الحاجة ديت إن أخت صاحبه، تمام، شغالة بتبيع خطوط في شركة معينة ومحققتش التارجت بتاعها لسه، وعايزة تسجل خط باسمه. فعمرو استجدع وراح مع صاحبه ده، وبعد 7 شهور المفروض ان الخط اتقفل خلاص، يعني المفروض كل حاجه انتهت كده ومفيش اي حاجه خالص. عمرو بقى اتفاجئ ان عليه قضيه مؤبد غيابي 25 سنه بسبب ان بطاقته اتسجل بيها كذا خط، منهم خط اتباع واتعمل بيه جريمه تهريب ممنوعات اللي هي مخدرات يعني بمعنى اصح. والعربيه اللي كان فيها الممنوعات كانت محمله فيها بصل ومحطوط جواها المخدرات، واتمسكت عند نفق الشهيد احمد حمدي. والسواقين طبعا اعترفوا ان صاحب الشحنة كان بيكلمه من الخط ده، وطبعا اللي لبسها في الاخر هو عمرو لان الخط متسجل باسمه. عمرو حاليا سلم نفسه ومعاه كل الادلة اللي بتثبت براءته، والحمد لله صحينا من النوم النهارده لقينا متطوعين كتير من المستشارين ومحامين قرروا ان هم يقفوا جنب عمرو لحد ما يعدي الازمة بتاعته دي على خير. بس ده كله يعلمك ان بطاقتك انت ما تسيبهاش لاي حد، ما تعملش اي حاجة في الدنيا في سبيل انك انت تنفع حد وتضر بمصلحة نفسك الشخصية.